رجعت لكم بفيديو عن فيلم اسمه بوي نيكس دور، بطولة لهطة القشطة جينيفر لوبيز اللي كانت عندها 45 سنة وطالعة بتحب عيل في ثانوي وبيناموا مع بعض وحاجات زي كده. عامل ليك صاحب على الايفون عايز تكسب وصل الفيديو 20 لايك، اقترح من الكومنتات وتعالوا بقى لكم التفاصيل. بيبدأ الفيلم مع كلير بيترسون وهي على وشك انها تتطلق من جوزها جاريت بعد ما اتمسك وهو بيخونها مع السكرتيرة بتاعته، وكلير طردته من البيت وقالت له انا مش عايز اشوفك تاني، انت راجل خاين، وده خلى في فجوة بينهم وبين ابنها اللي هو كيفن. فكان ليها صاحبة الانتيم اسمها فيكي لانسينج، قالت لها الراجل ده ما يستاهلكيش ولازم تتطلقي منه، وجوزك راجل خاين ولازم تمضي ورقه طلاق وتسيبيه للابد. وفي عيد ميلاد كيفن ابنهم جاريت بيظهر بيحاول يصلح اللي باظ، يعني بيقول لها انا خنتك يا كلير، بس يعني الحل طيب ايه، ما احنا لازم نرجع لبعض وانا عازمكم على رحله صيد بعد الشغل النهارده، اطلع مش هقدر اجي معاك انت راجل خاين، بس لو عايز ابننا في الرحله دي خده. فخد ابنهم كيفن وراحوا، وتاني يوم كان كلير بتجهز نفسها عشان تخرج مع كيفن ابنها، بس باب الجراج علق، فبتحاول تصلحه كده وهي بتحاول يظهر شاب وسيم اسمه نوح وبيساعدها، بيقول لها على فكره انا جاركو هنا وابويا راجل قعيد بتشوفوه في البلكونه احيانا، قالت له خدت بالي وانا ممكن اساعدك النهارده في الجراج ده واصلحه لك. وبعد كده بيروح مع كيفن لمحل ادوات، وهناك كيفن بيعرف ان هو الواد ده معاه في نفس المدرسه اللي هي اصلا كلير مدرسه فيها. في المحل كيفن بيشوف بنت معجب بيها اسمها الي كالن ويبقى مكسوف منها، فنوح بيقول له انت ايه عايز تكلمها يعني، طب ما تيجي تروح وهتحبك وكل حاجه، وبيروح هو كمان يعرف نفسه للبنت دي. في اللحظه دي بيظهر ثلاث عيال كده متنمرين بزعامه واحد اسمه جيسون زيمر، وبيقعدوا يرخموا على كيفن ابن كلير، فنوح بيتدخل على طول وبيساعده. وبعد كده بيبدا يقضي وقت طويل مع كيفن ده وبيتصاحب عليه، خصوصا ان هو عمه كان في المستشفى. فكلير بدات تعزمه على الغدا وكده مع فيكي صاحبتها، وكلير كانت بتقول على مدرسه ادب كلاسيكي على فكره وبحب الكتب والروايات وكده، فرد عليها نوح وقال لها على فكره انا قريت الالياذه وقريت لفلاسفه كتير جدا، فانا كمان عندي نفس الاهتمام. فبدات كلير تنبهر بالواد الصغير اللي جارهم ده ازاي هو مثقف وبيشاركها نفس الاهتمامات. وبدا نوح يشوف جزمه بكعب عالي كده في علبه عند كلير، قال لها على فكره الجزم دي اللي بيجيبوها اللي هي واحده مثلا وحشه ولا حاجه وعايزه تبان مثيره، بس انت مش محتاجه كل ده. وبعد كده كان جوزها وابنها مسافرين في رحله الصيد، فكلير بدات تبص من الشباك لقت نوح مش لابس حاجه خالص في الاوضه، وكان بدا ياخد باله انها بتراقبه، فعمل نفسه يعني ايه هرقش ملحتها كده، وهي بدات تستخبى على طول عشان ما تاخدش بالها يعني ان هو شايفه، استخبت ورا الستاره. وبعد كده بدات تخرج مع صاحبتها فيكي وصاحبها، بس الراجل اللي معاها صاحبها ده كان قليل الذوق وبيحاول يقلل منها شويه، فبتمشي وترجع البيت. بيتصل بيها نوح بيكلمها يقول لها على فكره انا حاولت افك تجميد فراخ كده في الميكرويف وباظت، ما تيجي تساعديني كده انا عيل صغير في ثانوي بتاع. فقالت له طيب خلاص انا جاي. راحوا هناك وعملوا الفراخ وعملوا كل حاجه، وبدا نوح كده يجر ناعم وكلير استجابت معاه وناموا مع بعض. تاني يوم الصبح كلير صحيت مش مصدقه وبدات تقول لنوح اللي حصل ده غلط وده بيخليني اندم على كل حاجه ان انا عرفتك وانا ست متجوزه. بدا نوح يتعصب جدا ويضرب الحيطه بايده لحد ما جاب الدم. وبعد كده المدرسه بتبدا وكلير بتفاجئ ان نوح بقى طالب في الفصل عندها، وبتكتشف ان هو هكر الملفات الوورد على الكمبيوتر وحط اسمه بالعافيه عشان عايز يقرب منها، وبدا يسيطر على ابنها كيفن زي ان هو ياخده الغابه مثلا وابو بندقيه ويقعد يقول له انت لازم تكره ابوك ده راجل خاين وبتاع. والكلام ده بيبان تاثيره لما ابو كيفن بيظهر اللي هو جوز كلير وجاي يتعشى معاهم، وبدا ابنهم يزعق له ويقول له يا راجل خاين انت ازاي تخون مامتي انت مش عارف ايه، انا نوح عرفني كل حاجه ان انت حقيقتك مش حلوه، ويفضل يضرب الواد في شنطه الملاكمه لدرجه ان هو بيتعب وبيخش في حاله صدمه اسمها ليها علاقه بالحساسيه وكده. فبيظهر نوح على طول قال له انت عندك الحساسيه دي معينه، ده قلم كده زي الحقنه بتاخده يخففك على طول اسمه الاي بي بن. وبدا نوح بقى يبعت على الناحيه الثانيه ملفات وورد لكلير وان هو مهكرها وكده، وبدا يبعت لها حاجات زي هدايا وورد وحاجات زي كده. ولما بتواجهوا في الجيم بيظهر مدرس تاني بيشوفهم وهم بيتخانقوا مع بعض، فبيقول لها انتوا بينكم حاجه ولا ايه. بعد كده كلير وجوزها بيخرجوا في ميعاد كده وبداوا يقربوا من بعض تاني والميه ترجع مجاريها، فنوح بيشوفهم وبيواجه كلير بعصبيه بيقول لها احنا نمنا مع بعض قبل كده ازاي تخونيني. فبدا ابنهم يخش في الموضوع ويسمع اللي بيتقال، وقال نوح انت هتروح المدرسه ولا هتروح فين؟ قال له تعالى اوصلك. ساعتها بيظهر الواد الصايع تاني متنمر وبيرخم على كيفن تاني، فنوح بيمسكه يديله علقه موت بجد وبيخبط دماغه في الدولاب. فبتيجي النظره تشوف الواد بيبلطج على العيال هناك حتى لو معاه حق، فقالت له انت على فكره اتطردت من مدرستك قبل كده بسبب سلوكك صح؟ فراح شتمها شتايم قذره فراحت طردها من المدرسه. بعدين كلير بتروح مدرستها بالليل بتاعت ابنها برضه، فبتلاقي نوح ده مستنيها في الحمام وبيحاول يعتدي عليها، فراحت ضربها تحت الحزام وتقول له ابعد عن ابني ومالكش دعوه بيا تاني، اللي بينا ده كان نزوه وخلاص. راحت لحالها. تاني يوم كلير بتدخل فصلها بتلاقي الحيطه كلها صور اباحيه ليها هي ونوح من ليلتهم سوا، واضح ان هو كان مصورها، والبرينتر او الطباعه عمال يطبع صور اكتر. فكلير راحت فاصله الكهرباء كده واتجننت وبدات تلم الصوره على قد ما تقدر وتشوف شرفها اللي ضاع. وبعد كده كلير بتعرف ان نوح ده مبوظ فرامل العربيه بتاعت جاريت جوزها عشان يموته، وكان هيتسبب في موت ابنها كمان معاه في الحادثه دي. وبتروح تفتش في بيت نوح بتلاقي الكاميرا اللي صورها
بتصورها بيها، وبتكتشف ملفات على اللابتوب وحاجات كده بتاكد ان هو فعلا اللي بوظ الفرامل. ومش بس كده، الواد ده الماضي بتاعه فيه كارثه لوحده، ده هو قتل اهله زمان بنفس الطريقه لما اكتشف ان ابوه خان امه. على الناحيه التانيه نوح بيخطف صاحبه كلير اللي هي فيكي وبيقتلها، بيذبحها يعني، وبعدين بيخطف جاريت وكيفن وبيربطهم في مخزن. بعد كده كلير بتظهر هناك ونوح بيهددها، قال لها اقسم بالله اقتلهم لو ما بقيتيش معايا، انا ممكن اسيبهم وكل حاجه ترجع لمجاريها، بس نعيش سوا، احنا بنحب بعض وانت بتحبيني، والا ما كنتش استجبتي. راحت مقربه منه كده وضرباه بمفتاح وحاولت تفك ابنها، ما فك يعني. فنوح بدا يصب كيروسين وبنزين في كل حته وبدا يولع النار. فجوز كلير راح فاكك نفسه وبدا يخنق في نوح، بس نوح طبعا ضربه في صدره، اداله رصاصه يعني. فكلير راحت واخده قلم الحساسيه ده اللي هو كان عالج بيها ابنها وغزته في عين نوح. فالواد طبعا ما بقاش شايف حاجه وبدا يجعر وبتاع، ونوح بيحاول يضرب ابنها بالنار وبيقول الابطال لازم يختاروا قرارات صعبه، انتوا عمركم ما هتفهموا. فكلير بتقول له بس انت عمرك ما كنت بطل، وبترفع دراع موقع كده موتور العربيه على دماغه ومات في لحظتها. والفيلم بيخلص وكلير وكيفن بيسندوا جوزهم جاريت وبيركبوا معاه الاسعاف وهم راجعين بيتهم اخيرا. يا جماعه الفيلم ده بطوله جينيفر لوبيز، وهي عندها اظن 45 سنه حاجه زي كده، وهي لحد النهارده على فكره رمز اغراء وحاجات زي كده رغم انها كبيره فوق ال 50 يعني. الفيلم ده تجاري، ما يعني اللي بيحبوا يتفرج عليه عشان احداثه ما يستناش اخراج وكده، لان هو واخد تقييم مش عارف 2% من النقاد. الفيلم ده ليه فيوز كده، المشاهد اللي بينهم دي كانت جايبه مش عارف 400 مليون، وكل الاجانب حتى بيقولوا لك اراهنك انك عارف الفيلم ده عباره عن ايه وانت داخل تتفرج عشان المشهد بس، واللي يقول لك انت بتتفرج على الفيديو بدراع واحد وحاجات كده يعني. المهم ده كان الفيديو، وصلوا فيديو 20 لايك. انا يا جماعه مش ماشي ببلان معينه، لو طلب مني حاجه اعملها لكم. تفاعل الحمد لله كويس. اشوفكم في حلقه جديده ومع السلامه.